انت من بعد الفيديو دوت لو انت استنيت لغايه الاخر هتقدر ان انت تخلي اي حد يتشتت قصادك، مش عارف هو بيقول ايه او حتى هو في دماغه ايه، لا وكمان تبدا تزرع فيه اللي انت عايز تقنعه بيه. من الاخر انت هتبقى في حته تانيه خالص. لو انت شخص سوي وفعلا انت راجل منطقي وعارف انا بقول لك ايه والمعلومات ديت شديده ليك قد ايه، التافهين كتير قوي بيسيبوا الفيديو ويمشوا. لكن انت لو من المميزين اللي هم بيستنوا الفيديو دوت ويشوفوا وعايزين فعلا يستفادوا بحاجات اقوى وتخليهم اقوى بكتير، هتعمل لايك دلوقتي حالا عشان خاطر نوصل الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات. ولو انت مش منضم للمسيطرين الجيش بتاعنا انضم دلوقتي حالا عشان نوصل للمليون في اسرع وقت. يلا بينا عشان الخدعه هتعجبك قوي. قصتك وانت جاي تكلم اي حد في العالم ايا كان هو ايه، اكبر منك اصغر منك ايا كان هو ايه بالظبط، انت دايما وانت بتتكلم بتبدا ان انت تبص له في عينيه، لما تبص على وشه، لما تبدا تبص وبعد كده تبص بعيد بعد كده ترجع له تاني. كل اللي انا عايزه منك وهو بيتكلم في موضوع مهم تبدا ان انت تبص في الحيطه اللي وراه. يعني هو مثلا واقف قصادك كده وانت باصص للحيطه اللي هي وراه ديت كده وتنح فيها، لما تبص على كتفه ايا كان الحاجه اللي انت هتبص فيها بس ما تبصش في وشه. ابدا بقى على شكل ايديه، على شكل رجليه، ايا كان الحاجه اللي انت هتبص عليها. هتفضل متنح لحاجه معينه في جسمه، انت كده بتشتته تماما. هو عمال يتكلم وهو عمال يقول في دماغه هو ليه بيبص هنا ومركز قوي كده. انت خليته اصلا مش مركز في الكلام اللي هو بيقوله، انت كده وقفت مخه، فصلت مخه خالص، وانت دلوقتي ممكن تدخل المعلومات اللي انت عايزها.